السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من تايم الأهلي. النهاردة معانا أخبار تخص نادي الأهلي. أول أخبار الأهلي النهاردة معانا كولر يرفض إعارة حمزة علاء طبعا خلال الفترة الانتقالات الشتوية لاحتياجاته الفنية للحراسة، وكمان ورغبته إن حمزة علاء يجدد لنادي الأهلي. ده على لسان كولر. الأهلي يقرر غلق ملف رحيل وسام أبو علي خلال الفترة القادمة في الشتوية اللي جاية طبعا، لكنه ممكن وارد جدا بعد كأس العالم للأندية لو جه عرض قوي لوسام أبو علي الأهلي هيرغب في رحيل اللاعب. رامي ربيعة يواصل تنفيذه البرنامج التأهيلي لتعافيه من الإصابة، ومن المقررة أن يخضع رامي ربيعة خلال الأيام المقبلة الفحص الطبي شامل لتجديد أو لتحديد موقفه من المشاركة مع نادي الأهلي قدام نادي الاتحاد السكندري في الدوري المصري. حسين الشحات ينتظر عودة الشيبي من المغرب وحتى ينهي إجراءات التصالح مع طبعا اللاعب الكبير الشيبي لاعب نادي بيراميدز بدون أي مشاكل، وعاوز ينهي كل حاجة ويعمل جلسة كده أو عزومة وينهي كل شيء مع الشيبي. محمد رمضان مدير الكورة في نادي الأهلي يعمل طبعا اجتماع مع الشناوي للاتفاق على بعض الأمور التي تخص عقد اللاعب محمد الشناوي لتجديد الذي سيتم التوقيع عليه لمدة 3 سنوات بعد الاتفاق المبدئي ما بين الطرفين. كولر يطالب رضا سليم بالاجتهاد والتركيز فقط، ووعده بمنح فرصة في المباراة القادمة. الأهلي ينفي كل ما يصار حول وجود خلافات ما بين لجنة التخطيط ومارسيل كولر بسبب الصفقات، وهناك اقتناع تماما بين ضم صفقتين في يناير لتدعيم صفوف نادي الأهلي. محمد رمضان يخطط لعقد جلسة مع اللاعب أحمد نبيل كوكا ووكيله بعد انتهاء قرار توقف الدولي للاتفاق معاهم على التجديد للاعب لنادي الأهلي. والد المدافع أشرف داري يؤكد أن وليد الكراكري طبعا يتابع حالة نجله بنفسه ويتواصل معاه باستمرار، وأنه طبعا يقول فاضل أسبوعين للعودة وكمان يشارك بشكل رسمي مع نادي الأهلي. محمد رمضان تواصل مع عبد القادر وإبلاغه برغبة النادي في تمديد عقده لمدة 4 سنوات مقبلة. أكرم توفيق يؤكد جاهزيته لمباراة الاتحاد السكندري القادمة بعد تخلصه من ألم الشديد في البطن الذي تعرض له أمس. كولر يضع برنامج بدني مكثف لياسر إبراهيم لتجهيزه لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة. وأخيرا موقع فوتبول الإنجليزي، نادي أرسنال ونادي مانشستر سيتي ومجموعة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في ترغب في انضمام طبعا المهاجم أو الباك عمر مرموش لانضمامهم أو التعاقد مع اللاعب. وكمان برشلونة دخل في السكة، وكمان أندية كبيرة جدا 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 ترغب في ضم النجم المصري عمر مرموش. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تضغط على اللايك وتعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان جميع اخبار نادي الاهلي توصل لك انت اول واحد. وكان معاكم اوحى من تايم الاهلي، وفي طبعا النهاية شكرا لدعمكم واشوفكم بكرة ان شاء الله. السلام عليكم.